السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الوقت الذي تستعير فيه الحرب وتشتد ما بين دولة إيران والولايات المتحدة الأمريكية وطبعا إسرائيل، في هذا الوقت بالضبط تلوح وتظهر ملامح ومعالم الابتزاز التي تمارسه بعض الدول على الأمريكان، بحال مثلا إسبانيا اللي تحاول أن تبتز الميريكان عن طريق حيث الميريكان كتسلح المغرب وتحتج عليها بطريقة أو أخرى، وإن كان الاحتجاج محتشما، وتسحب سفيرها وتدير بحال هاد البلانات هادو. وهذا سيكون له طبعا الآثار على بعض العرب. منساوش أن مثلا فرانكو الديكتاتور ديال اسبانيا كان يؤيد القضية الفلسطينية وكان يتظاهر، ولكن هذا لغاية ولأسباب خاصة، مصالح سياسية ديال البلاد. المشكل أن العدد كبير من العرب ومنهم مع كامل الأسف مغاربة ديالنا بداو كيأيدوا الطرح الإسباني على أساس أنه دولة حرة وتدعم الشعوب المضطهدة وخاصة القضية الفلسطينية، علما بأن إسبانيا ما عمرها دعمت القضية الفلسطينية. حتى لهنا ملي بداو كيعطيو السلاح للمغرب وملي وصلت العلاقة ما بين المغرب وإسرائيل عاد إسبانيا، وإسبانيا كانت كتشري السلاح مع إسرائيل، وكانت عندها وباقي عندها مبادلات تجارية مع أكثر من المملكة المغربية. وهذا تيبين أن السياسة كلها مصالح، وأن غير هو اسبانيول راه عدو عاقل، ماشي بحال الكراغيلة عدو جاهل. إذن فما كاين علاش هاد الناس ديالنا، هاد مغاربة السذاجة، لا نايفيتي، وكذلك المغاربة اللي تيعمروا بحال المواقن، والمغاربة اللي تيتوصلوا بحقهم وبنصيبهم من الأموال القادمة من الدول الخارجية، اللي باش يقولوا هادشي اللي خصهم يقولوا. ومنهم بعض المنصات هنا كاين عندنا في المغرب، منصات تابعة لقطر، وهي دابا قطر كتاكل في راسها وما عرفتش شنو غادي يقولوا دابا. واش غادي يأيدوا إيران ولا يأيدوا قطر، علما بأن قطر راه شفتوا شنو وقع ليها. الرأي في هادشي كامل وهو أن دول الخليج عجبها الموقف ديال المملكة المغربية الواضح والبين، وملي داروا اجتماع عن طريق التناظر مع الوزير ديال الخارجية ديال المملكة المغربية، عاودوا أيدوا ودعموا المغرب في الصحراء ديالو، وبالتالي انتصروا المملكة المغربية على الكراغيلة.